انت تعبانه وبابا تعبان، بس بابا تعبان من حاجه وانت تعبانه من حاجه تاني. انت تعبانه من الاهانه اللي بتوصل لك، وبابا تعبان مع نفسه ومن نفسه ان مش عارف يصلح نفسه. فانت مسكينه وهو مسكين، الجلاد مسكين والمجلود مسكين. انا مش متعاطف معاه، بس تعالي نفكر بالعقل. هل في اب يحب يبقى مكروه من بنته ومن مراته؟ لا يمكن. فكون ان بيوصل للنتيجه دي، ده يبقى في حاجه مش سويه فيه، محتاجه يا اما نتكلم معاه بهدوء، يا اما حد من بره يكلمه، يا اما وهو هادي نقول له احنا بنحبك، انت بتعمل كده ليه؟ يا بابا انت بتضايقنا بتجرحنا. لو حصل ما اتغيرش وفضل كده حتى بتدخل الكنيسه، تجنبيه تماما تماما، ابعدوا عنه بقدر المستطاع. ابعدوا عنه، انك تعودي ان ودانك ما تسمعش. انتوا عارفين يا جماعه اللي بيوجعني مش ايه؟ مش الشتيمه لانها كلمه وحشه، ما احنا طول النهار ماشيين في الشارع ممكن نسمع شتايم في اتنين بيتخانقوا، صح؟ هو اللي بيوجعني ايه؟ انها خبطت فيا انا، صح؟ انا عاوزك تخليه بقى ايه؟ تيجي فيك وتتزحلق، تيجي فيك وتتزحلق، يعني ما تخشش جوه. هي لما خشت جوه تعبتك، لكن لو فاتت من بره لبره هتتضايق صغير، يعني هتتضايق صغير، هتعدي. بس طول ما احنا مركزين في احاسيسنا ومشاعرنا قد ايه مجروحين، سامحيني هتزيد اكتر. وانت صعبانه عليا، انا عاوزك تفوتي شويه.